لو شايفة إن سلفتك سماوية ويتخاف منها، تعالي أسمعك حكاية لواحدة ست صاحبة أشرس انتقام لست في التاريخ، انتقام أولجا. سنة 945 ميلادياً تم اغتيال الأمير إيجور رارك أمير كييف على يد قبيلة ساكنة في شرق أوروبا اسمها قبيلة الدريفليان. وبعد اغتيال الأمير تولت زوجته الأميرة أولجا الحكم. في الوقت ده شاف الأمير مال أمير قبائل الدريفليان إنه أولى بحكم كييف. يا بجحتك يا أخي، فبعت للأميرة أولجا أفضل رجاله عشان يقنعوها بالزواج منه، وبكده يكون خد الجمل بما حمل. خلص على الأمير واتجوز مراته وجلس على عرش كييف. لكن رد فعل الأميرة أولجا كان عنيف شويتين، وحرقت قلبها على جوزها خلاها دفنت رسل قبيلة الدريفليان أحياء، وبعتت رسول من عندها للأمير مال زعيم القبيلة عشان يبلغوا إنها موافقة على جوازها منه، وادعت إنها احتجزت عندها رجالته كضيوف عشان يتجولوا في الشوارع ويمهدوا لشعبها خبر الجواز، وإنها عايزة صفوة مقاتلي قبيلة الدريفليان عشان يحتكوا بشعب كييف، يتعرفوا عليهم ويعرفوا عادات وتقاليد بعض. وبالفعل الأمير مال خلت عليه كذبة وما كدبش خبر، وبعت للأميرة أولجا عدد كبير من أفضل رجالته لمدينة كييف، وتوجهوا لقلعة الأميرة مباشرة. الأميرة رحبت بيهم جدا وأكرمتهم وجهزت لهم وليمة غدا كبيرة قوي تليق بيهم، ولسه بيقولوا بسم الله لقوا نفسهم محبوسين في القلعة وبيتحرقوا أحياء. وبعد ما أولجا ولعت في أفضل رجال الدريفليان كانت متخيلة طبعا زي ما انتم متخيلين إن نارها بردت، ولكن لا، كان لسه عندها رغبة في الانتقام أكتر وأكتر، فقررت تعمل عزاء مهيب لجوزها، وبعتت رسول تاني للأمير مال وادعت للمرة التانية إن العزاء ده مجرد إجراء روتيني، حاجة كده يعني عشان شعبها ما يقولش عليها خاينة وبتتجوز اللي خلص على جوزها. ودعته هو ورجالته وكل قادة جيوشه المهمين لحضور عزاء أمير كييف اللي هم بنفسهم أنهوا حياته. وبالفعل عدد كبير جدا من قبيلة الدريفليان وصل ل 5000 فرد وصلوا لكييف عشان يعزوا، وجم شايلين هدايا كتير جدا للأميرة أولجا وشعبها، وكالعادة استقبلتهم الأميرة أحسن استقبال. وبعد ما يدوب أخدوا نفسهم من الطريق وقبل ما تبدأ إجراءات العزاء اكتشفوا إن هم معمل لهم كمين من أولجا وجنودها اللي خلصوا على ال 5000 جندي بكل سهولة، وعلى رأسهم أمير القبيلة الأمير مال. بالشكل ده أولجا خلصت على صفوة الجيش وأميرهم كمان، وكانت الخطوة اللي بعد كده إنها تحضر جيش كبير تهاجم بيه القبيلة عشان تقضي على بقيتهم. وبالفعل خلال أيام بسيطة كانت أولجا بتحاصر هي وجيشها قبيلة الدريفليان، وبعد ساعات قليلة جدا قدرت تقضي على جيش القبيلة بالكامل اللي كان بيحارب بدون قادة، ما هي خلصت عليهم في قلعتها. وبعد ما سيطرت على القبيلة سيطرة تامة توسل أهل القبيلة الأميرة إنهم يسيبهم عايشين، وخصوصا يعني إن هم مالهمش أي يد في اللي حصل ده، ولو عايزة أي مقابل لحياتهم فممكن تاخد منهم ضريبة من إنتاجهم للعسل اللي كانوا مشهورين بيه جدا في الوقت ده. وبالفعل قلب أولجا رق ووافقت على مطالبهم، ولكن مقابل شرط غريب جدا، هتعفو عنهم مقابل 3 من طيور الحمام من كل بيت في القبيلة، عشان يعني يدوم ذكرها في القبيلة وكل الناس تفتكر هي عملت إيه في حكامهم كانتقام لوفاة جوزها. بس صدقوا أهل الدريفليان وافقوا على الشرط ده وقاموا بتسليم الحمام للجنود زي ما الأميرة طلبت بالظبط. وبعد ما استلم جنود أولجا الحمام ربطوا في رجلين كل حمامة حتة قماش متغطية بمادة الكبريت، وولعوا في القماش اللي مربوط في الحمام، وسابوا الحمام يطير عشان ترجع كل حمامة لعشها في بيوت المزارعين في القبيلة عشان تحرقها بالكامل. وبعد كام ساعة بقت القبيلة مجرد شوية تراب، اللي قدر ينفد بجلده من الحرق اتقبض عليه واتقتل أو اتاخد أسير. وبالشكل ده أولجا انتقمت لموت جوزها بإبادة قبيلة كاملة، وبكده تقدر ترجع كييف وتاخد عزا جوزها الله يرحمه وهي مرتاحة البال. بعد ما سمعتوا انتقام أولجا، تفتكروا الست المصرية لما تحب ممكن تعمل ايه عشان الراجل اللي بتحبه؟ ولو كل الستات زي أولجا كان زمان شكل العالم ايه دلوقتي؟